بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان الرسول ونظرية الطوابق السبعة في بناء الدول. يعني أي دولة نراها نشأت في التاريخ أو ستنشأ تعتمد على 7 طوابق لابد أن تبنى بهذا الترتيب، وأيضا هدمها يتم من خلال هدم أحد هذه الطوابق. هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات قواعد حكم الدول، وهذه الحلقة 32. فمن يريد أن يشاهد الحلقات السابقة يكتب على اليوتيوب قواعد حكم الدول، حلقة رقم 1، حلقة رقم 2، سيجد كل الحلقات. الرسول صلى الله عليه وسلم نحن هنا بنتعامل معه ليس كمسلمين، إن احنا الرسول أخذناه كنموذج لأنه نحن نموذج نعرفه باعتبارنا مسلمين، لكن ستجد هذا النموذج يتكرر مع جنكيز خان اللي هو مؤسس إمبراطورية المغول. هتجد هذا النموذج يتكرر في الإمبراطورية الرومانية المقدسة المسيحية، سيتكرر في العديد من الدول حتى الدول المعاصرة. فأنت اختر أي دولة أنت تعرفها ستجد هذا النموذج يتكرر، وهي إنه أي دولة بتبنى من 7 طوابق. فكما نشاهد هنا أول طابق أنا تركته فارغا لأنه أهم طابق، سنأتي لهذا الطابق. والطابق الثاني هو طابق الدين، سواء كان هذا الدين صحيحا أم خاطئا، يعني الإسلام، المسيحية، الهندوسية، البوذية، ناس بتعبد حمار، ناس بتعبد جاموسة، المهم الشيوعية. هنا لا يشترط أن نقول إن هذا دين، ممكن يقول هذا إيديولوجيا. الطابق الثاني الإعلام، يعني انتبهوا. الطابق الثالث التنظيم السياسي، إن يكون عندهم حزب سياسي أو تنظيمات، الجيش تنظيم، المخابرات تنظيم، الأحزاب السياسية تنظيم، الوزارات الحكومية تنظيم، الشرطة تنظيم. الطابق الخامس الأرض، إنه محتاجين أرض يقيمون عليها هذه الدولة. الطابق السادس المخابرات. الطابق السابع الجيش. طبعا نحن لو نظرنا وجدنا لو أي طابق هدم الطوابق الأخرى بتسقط. يعني هذا البناء إذا هدمنا هذا الطابق كل الطوابق الأخرى في الدولة بتنهار. فلو هدمنا في دولة طابق الدين، الجيش سينهار والمخابرات ستنهار والأرض والتنظيم السياسي والإعلام. طيب نحن لو هدمنا الطابق الأول اللي هو أهم طابق، يعني تقول لي أنت وضعت هذا الطابق قبل الإسلام؟ نعم، سنأتي لهذا الطابق اللغز. كل هذا ينهار، الجيش ينهار حتى بدون حرب، المخابرات تنهار، الأرض تفقد السيطرة على أرضك، التنظيم السياسي أيضا أو الهيكلية الحكومية أو الأحزاب السياسية، النقابات، كل ما هو تنظيم ينهار، الإعلام عندك ينهار، الدين نفسه ينهار. تعالوا نبدأ ونرى التطبيقات العملية في التاريخ الإسلامي والتاريخ غيره. احنا نبدأ بالعنصر الثاني أو الطابق الثاني في بناء الدولة، وهو طابق الدين. في حالتنا الإسلام. قبل الإسلام ماذا كان يوجد؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا، كان إنسان عادي جدا. فأنت عندك إنسان يعيش في قرية صغيرة في الصحراء، مكة، قرية أصغر من أي قرية في مصر الآن، مثل أي قرية في الصومال يعني قليلة العدد، أو أي قرية في سوريا ولا في العراق ولا في أي مكان. يعني حتى مكة نحن لما في غزو بدر لما حشدت 1000، افترض أن عدد سكانها لا يزيد بأقصى تقدير عن 5000 نسمة. فأنت لديك رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، في غضون 100 سنة بنى إمبراطورية ضخمة لا تزال موجودة حتى اليوم، من السنغال وغانا وغينيا إلى كاشغر في الصين، تركستان الشرقية المحتلة، إلى أندونيسيا، إلى الفلبين. بماذا جاء محمد؟ أول حاجة جاء محمد إيه؟ جاء بالإسلام. ولو نظرنا في أي دولة في العالم سنجد أنها تقوم على الدين، بغض النظر دولة علمانية أو غير علمانية. يعني أمريكا دولة مسيحية بروتستانتية. طب الآن رئيس أمريكا جو بايدن كاثوليكي، والوزراء في الحكومة الأمريكية وزراء يهود كثر، ووزراء أسبان كاثوليك. شوف أنا لم أشترط مسألة العرق،
إنما مسألة الإيديولوجيا. هذا معناه أن أمريكا ستنهار إذا الهند الهندوسية، بريطانيا المسيحية البروتستانتية، روسيا المسيحية الأرثوذكسية، فرنسا المسيحية الكاثوليكية. فانظروا، أي دولة إذا شعبها لم يستطع أن يقول ما هو ديننا ينهار فورا. يقول أنا مسلم وبعدين يعمل كل حاجة ضد الإسلام، ممكن تقوم الدولة. يقول أنا مسيحي ولكن أنا شيعي ملحد، تقوم الدولة. الدين، أي دولة في العالم، وإحنا ذكرنا في حلقات سابقة أنه الدين أول أمر نزل في بداية دولة المسلمين الدين، وهكذا في أي دولة في العالم. وحتى تأسيس أمريكا، كان الذين هربوا من أمريكا وأسسوا أمريكا، وهم بيعملوا في كل أمريكا كل سنة عيد الشكر، دول هربوا بسبب مذهبهم المسيحي. فنحن ذكرنا من قبل أنه لو اثنين مواطنين صينيين، واحد أسلم والآخر لم يسلم، لا يستطيعان أن يعيشوا في منزل واحد. لماذا؟ هذا سيشرب الخمر وهذا يقول له لا يجوز أشرب الخمر. هذا الكافر سيقول سأتناول العشاء لحم كلاب، والمسلم يقول له والله لحم الكلاب حرام. الكافر شقيقه هيجيب واحدة يزني بها ويقول له عادي يعني ما المشكلة، فالمسلم يقول له حرام. فهنا تجد أنه المسلم الصيني هذا يستطيع أن يعيش مع المسلم اللي في المغرب رغم أن هم لا يتكلمان لغة واحدة بسبب الدين. فالدين هو بيوحد رؤية البشر نحو الهدف. لماذا قلنا الدين أهم من الجيش، أهم من المخابرات، أهم من الإعلام، أهم من كل شيء؟ الدين رقم 2 على طول، سنأتي رقم 1، لأنه بيحقق الهدف. أنا لما أقول أنا مسلم ماذا أفعل؟ سأنهض من النوم، أتوضأ وأصلي. طب لو قلت أنا مسيحي لن أتوضأ ولن أصلي، ربما ما كنتش بتوضأ وتصلي. يعني مثلا أنا أستيقظ من النوم أنا مسلم، إذن لا يجوز أن أقتل إنسان بريء أو كذا. طب لو أنا ملحد عادي ممكن أقتل إنسان بريء طالما لا توجد كاميرات وسأستطيع أن أحصل على منفعة. فالدين هو بيحدد نظرة الإنسان للحياة، هدفه، بيضع له الخريطة. فأول شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ الإسلام أو الدين. طيب الطابق الثاني هو الإعلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وده في كل الدول أو في كل الثورات بتأتي به اللي هو في القرآن الكريم الجهر بالدعوة. الله سبحانه وتعالى قال للرسول وأنذر عشيرتك الأقربين. لما بيحاولوا يسقطوا أي نظام حكم ماذا يفعلون؟ بيبدأوا حول فكرة إيديولوجية معينة، مثلا أنه دولة إسلامية فتكون الإيديولوجية المضادة علمانية، أنه الدولة دي مثلا سنية فالإيديولوجية المضادة شيعة مثلا، وهكذا. يعني بتبقى في دين أولا، هم بيقوموا بعملية إعلام، وفي المرحلة الأولى بيكون الإعلام بيتخذ طابع المقربين أو الموثوق بهم خشية أن يتم قتل هذه الدعوة في البداية. فلذلك القرآن الكريم عبر عن هذا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من دعا من؟ بني هاشم، واستبعد عمه أبو لهب من هذه الدعوة لأنه كان يعلم ما في صدره من الحقد والغيرة وكذا. فهنا حتى في عشيرته الأقربين المقصود الذين لديهم موقف محايد، وليس الذين معادين أو أنت تتوقع أن هم يكونوا معادين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة صعد فوق مكان مرتفع وقال يعني وأنا أقول المعنى لما بعد ذلك لما جهر بعد في مرحلة إنذار عشيرة بالأقربين وبعد كده مرحلة الجهر بالدعوة، ده إعلام. فماذا فعل؟ فقال لهم طبعا أسلوب التخويف والأسلوب الصحيح في الإعلام يعني للسيطرة على الجماهير. فقال لهم ألو كنت مخبركم بأن جيشا يصبحكم ويمسيكم خلف هذا الوادي، يعني في جيش هيهجم عليكم خلفي، أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى. فقال إن بين يدي عذاب أليم، يعني إذا أنتم لم تصدقوا الإسلام ستدخلون النار. ولذلك الخطباء يعني الشيخ كشك تجد أسلوبه كله التخويف والترغيب، وهذا أسلوب كل الحكومات، وده الأسلوب العلمي في الإقناع أو في الإعلام. إذا قتلت أنا أعتق إعدام، إذا أصبحت مواطنا صالحا أنا أجعلك وزير في الحكومة وهكذا، وهتكون رجل أعمال حسب بقى تطلع
الشخص نفسه. فالمرحلة الثالثة هي الايه؟ الإعلام في بناء الدولة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التنظيم السياسي. إنه أي دولة بتقوم على تنظيمات، سماها تنظيمات، سماها أحزاب. المهم التنظيم هو كل مجموعة من الناس تتفق على أن لها أدوار، مثل الجيش. إحنا بنتفق أن فلان هو الضابط، هو القائد، وفلان هو العسكري، وفلان دوره يحضر الطعام، وفلان دوره يقوم بكذا، وهكذا. والوزارة في وزير، وفي مدير مكتب الوزير، وفي حارس الوزارة، وفي كذا تنظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل تنظيم، واللي كان مقر هذا التنظيم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. والتنظيم ده كان في الأول غير معلن، وبعد ذلك أصبح معلنا. وأي دولة في العالم قامت بهذا الشكل، وأي دولة قائمة في العالم بتعتمد على التنظيمات. تنظيم اسمه جيش هو تنظيم اسمه مخابرات، اسمه شرطة، اسمه أحزاب، اسمه برلمان، اسمه حكومة. المهم هو شكل، وإن اختلفت الوظيفة والهدف من هذا التنظيم. طب إحنا لو هدمنا التنظيمات في أي دولة ماذا تحدث؟ تنهار الدولة. يعني لو فككنا الجيش في دولة ماذا تحدث؟ تنهار. لو فككنا المخابرات في دولة تنهار. لو فككنا الحكومة، موظف الحكومة عملوا إضراب وتوقفوا عن العمل، تنهار الدولة. انظروا، فدي الطابق الرابع هو طابق التنظيم السياسي. طيب الطابق الخامس هو طابق الأرض. إن هؤلاء البشر بقى كي يحكموا ويقوموا دولة لابد يكون لهم أرض يحتكمون عليها أو يسيطرون عليها. احنا هنجد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة، انتقل للمدينة المنورة. لماذا انتقل الرسول للمدينة ولم ينتقل إلى الحبشة؟ ما كان ممكن يهاجر إلى الحبشة يا جماعة. الحبشة لا يوجد فيها عنصر الأرض. إنه المدينة المنورة أرض آمنة مرحبة أصلا. المدينة غالبيتها أسلم قبل أن يذهب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذا نظرتم في تاريخ الثورات وفي تاريخ قيام الدول ستجد إن هي مؤسسي الدولة ذهبوا إلى أرض آمنة. على سبيل المثال أمريكا، قيام أمريكا، المضطهدين في أوروبا اللي هم المسيحيين البروتستانت كي يقيموا دولتهم اتجهوا إلى أمريكا، أرض فارغة أو فيها هنود حمر ناس مسالمين، فاتجهوا إلى أمريكا باعتبارها مكان آمن لإقامة هذه الدولة. في الدولة الأموية لما انهارت العباسيين كي يقومونها يجعلوها تسقط ماذا تفعل؟ ذهبوا، شوف العباسيين كانوا موجودين هنا في الحميمة، لكن كل نشاطهم كان في خراسان. خراسان دي اللي هي تركمانستان وغرب أفغانستان وشمال إيران، منطقة بعيدة جدا. لكن الدولة الأموية كانت مقررة فين؟ في دمشق. فهم اختاروا أرض بعيدة عن سيطرة الدولة. ولذلك تجد أيضا أنه أول دولة شيعية تنشأ في الإسلام فين؟ أيضا فين؟ في أقصى في المغرب، بعيدة عن مركز الدولة. فدائما أي ثورة أو مؤسسة أي دولة جديدة يختارونها بعيدا عن مركز السلطة. طيب احنا لو راجعنا في التاريخ هنجد أنه كان في هنا في العراق وإيران إمبراطورية الفرس، وفي الشام فيه إمبراطورية الروم، وهنا في الحبشة فيه إمبراطورية الحبشة اللي هي في إثيوبيا حاليا. طب الجزيرة العربية لم يكن فيها دولة، فهذه الأرض ليست تحت سيطرة أحد، ولكن في سيطرات محلية. يعني لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة في مكة؟ لأن مكة فيها حكومة برلمانية، زعماء القبائل وعندهم برلمان اسمه دار الندوة، وعندهم أحزاب اللي هي القبائل، ورؤساء الأحزاب أو رؤساء القبائل يجتمعون في دار الندوة وقالوا احنا نقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في النهاية. طيب المدينة المنورة لا، دي أرض كانت بدون قيادة وبدون حكومة. ودائما لا نأخذ المصائب إن هي كارثة. المصائب بتكون كارثة للجهلة والبلهاء، وبتكون فرصة نقول إيه يعني حظ سعيد، مش عايزين نقول حظ سعيد يعني، للأذكياء. فالناس اللي دماغها شغالة بتنتهز المصائب والفرص. يعني المصائب كل فرصة، كل مصيبة في فرصة. فاللي حصل في المدينة المنورة قبل أن يأتي الإسلام إنه قامت حرب أهلية بين سكان المدينة المنورة، هم كفار، فقتلوا قياداتهم، فأصبح فيه فراغ سلطة في المدينة المنورة. فهؤلاء كانوا يبحثون عن من يحكمهم،
فهيبدأوا يتفقوا في الآخر على مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هو هيكون زعيم المنافقين وزعيم المعارضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين اليهود كانوا يقول لهم سوف يبعث منا نبي، وهم اليهود في المدينة، وسنغلبكم بهذا النبي. فاليهود وده لعب دور مهم في التاريخ الإسلامي، هم الذين مهدوا المدينة المنورة أن هي تقبل بدعوة الإسلام. لما جم زعماء المدينة سمعوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا مهيئين نفسيا بسبب ما يقوله اليهود لهم، فقالوا إذن هذا هو الإيه؟ النبي، وفي نفس الوقت احنا محتاجين قائد، فهذا جاءنا القائد الذي نحتاجه أو الزعيم، ونحتاج الإيه؟ النبي اللي يجعلنا ننتصر على اليهود. انت وسبحان الله يعني خلي بالك، انت لما تعمل تجد الله قد هل هذه امور فيها جهد من الرسول؟ لا، انما امور دبرها الله. فلما تعمل تجد الله سبحانه وتعالى يدبر لك امورا ما حسبت لها حسابا. والتاريخ الاسلامي والتاريخ العالمي مليء بهذه الامور يعني. فهنا اصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بينتقل الى مكان فيه ارض ليس فيها سلطه حاكمه. طيب الرسول لما هاجر المدينة المنورة عمل المرحلة السادسة، هي مرحلة المخابرات. الرسول كان بيعمل سرايا، السرايا هي مخابرات بتقوم بقى اللي هي في المخابرات بيسموها استطلاع خلف خطوط العدو، انه بيرسل فرق صغيرة عسكرية تقوم بالاستطلاع والتجسس ومعرفة متى ستتاجر قريش، قوات قريش أين ستتجه، القوافل التجارية، عمل الحصار الاقتصادي. كان عنده جهاز مخابرات داخل مكة، وكان عنده جهاز مخابرات داخل القبائل الأخرى. لذلك لما بإذن الله إن شاء الله نعمل حلقات عن السيرة النبوية، هتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أول ما قريش تحاول تجمع جيش، كان بيعلم رغم أنه بعيد عنه 500 كيلو. تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا قبائل زعيم قبيلة يقول لهم هيا كي نقاتل محمد في المدينة، فكان يجد في اليوم التالي هو لسه بيشاور مع الناس بتوعه، جيش المسلمين وصل له في عقر داره في القبيلة قبل أن يعلم. يقول المؤرخون عن خالد بن الوليد إنه كان لا ينام ولا ينيم. أنا أعتقد أن هذا القول أصدق على الرسول صلى الله عليه وسلم لما نعرض لماذا فعل. المخابرات هي عيون الإنسان، هي حواسه، هي التي تجعله تتصل بالعالم. لو أسد أعمى أو أسد لا يشم ماذا يحدث؟ يستطيع أسد أعمى أنت تحفر له حفرة يسقط فيها. فأي دولة بدون جهاز مخابرات قوي هي دولة عمياء. يسهل جدا أن أنت من خلال سكينة جبت طفل بسكينة صغيرة يقتل الأسد، لأنه أعمى لا يعرف أين هدفه. هنا احنا بنشاهد سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل المدينة المنورة كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قام بأكثر من 70 عملية مخابراتية في 10 سنوات. دي السرايا العسكرية، ناهيك عن أعمال التجسس وكذا اللي هي أخرى كثيرة جدا يعني. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب المدينة المنورة بنى الجيش وبدأ يخوض الحروب اللي احنا عارفينها، غزوة بدر وغزوة أحد إلى آخر هذه الحروب. طبعا وجدنا هنا أن الجيش آخر حاجة وهو الأقل أهمية. يعني أنت إذا كان عندك الست طوابق الأولى تستطيع أن أنت تبني الطابق السبع الجيش. طب لو لم يكن لديك طابق من الطوابق التي تسبق الجيش لن تستطيع بناء الجيش. طيب إيه بقى الأهم؟ حتى أنا قلت أهم من الإسلام، سبق الإسلام ماذا؟ عنصر الإنسان. عنصر الإنسان في الطابق الأول الإنسان. فإذا هدمت الإنسان هدم الإسلام وهدمت الدولة وهدم الجيش وهدم المخابرات وكل حاجة. ابن خلدون تكلم في هذا وميكيافيلي تكلم في هذا، وابن خلدون كلامه أحسن، أو أنا يعني وجدت ابن خلدون يقول أمر عكس ميكيافيلي، وقلت لابد أن يكون القرآن قد حسم هذا الأمر. ووجدت فعلا آية في القرآن الكريم حسمت الأمر في النزاع بين ابن خلدون وميكيافيلي حول الإنسان، خصص حلقة لهذا الأمر يعني. طيب الإسلام عندما جاء في قوم، هو ما جاش للناس كده يعني، هو لم ينزل أولا، إنما كان الإنسان موجود، فكان الإنسان العربي هو الموجود. أنا هنا هأعتمد على كتاب جلوب باشا، ده جنرال بريطاني عاش في الجزيرة العربية 30 سنة في الحرب العالمية الأولى وما بعدها، وخاض نفس المعارك والحروب مع نفس القبائل في نفس الأماكن. حتى هو كتب الكتاب وقال
وجدتني أجد نفسي في نفس المشاكل التي قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقابلت خالد بن الوليد وأبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، فبدأت أبحث في تاريخهم كي أعرف كيف حلوا المشاكل التي تواجهني الآن، وألف هذا الكتاب، كتاب رائع جدا. فبيشير هنا إلى أنه ما هي أخلاق الإنسان العربي. كان عندهم الشجاعة الفروسية، عندهم الترفع. يعني كنت والله هذا الصباح كنت أسمعه، فكان يقول جلوب يقول إن العربي حريص على حريته وعلى كرامته، فهو يقبل بألا يأكل وألا يعني يجوع يعطش يأكل أي شيء في الصحراء دي معدمة، ولكنه يحب الفخر ويحب الشجاعة ويحب الرئاسة والزعامة. طيب لو ركزنا في قيم العرب ما قبل الإسلام سنجد أن هي كلها قيم بتقوم على مسألة السمو والهدف العالي، أنه أنا أستطيع أن أقود الجيش، حب القيادة. فلما يقولوا لهم الإسلام يقول له إحنا هنحارب الروم وهنحارب الفرس، هل تقدر؟ يقول له طبعا أقدر. سنحارب، يقول لك أيوة نحارب. فحتى يقول ما الفرق بين العساكر الجنود العرب اللي هم كانوا في فتوحات الإسلامية مع خالد بن الوليد وبين الجنود الإنجليز؟ فيقول إن الجنود العرب كانوا بعد أن تنتهي الحرب في النهار، في الليل كانوا يقولون الأناشيد الحماسية لدرجة أنها كانت تنسيهم الطعام. انظر، ويعني الخصال وفروسيتهم وشجاعتهم. يقول أما جنودنا الإنجليز ففي نهاية يوم القتال كل منهم يجلس على سريره يسب ويلعن ويشرب الشاي. وطبعا بقول كل هو بيحارب جيد، بس هو هنا بيتكلم من نفسية العربي ان الحرب والقتال اهم بالنسبة له من الاكل والشرب. ان العربي يحب الفخر، حتى انت لما تجد المعارك مع الروم او مع كذا، انه خالد بن الوليد كان يقول لقبيلة كذا يا قوم فلان لا نؤتى من قبلكم. وكان لما يبقى مثلا في ضغط على الروم على ميمنة الجيش ودي من قبيلة كذا، فكانوا هؤلاء يستفسرون ويقولون أعار الدهر سيلحقنا إذا أتي المسلمين من جانبنا. فهنا العامل المعنوي. تخيل لو أن قيم العرب قيم مادية، أن العربي يحني رأسه مقابل أموال، أن العربي يمسح الحذاء لسيده مقابل مال، إنما كان العربي عنده أنفة وعنده شجاعة وكذا. وفي نفس الوقت العربي يفضل الفروسية والكذا. وانت يعني انت لما تشاهد من 1 هجرية إلى سنة 40 هجرية هتجد المسلمين هؤلاء في حرب لا تنقطع. وحتى بعد معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية، يعني قولوا لي حتى سنة 132 هجرية ما توقفت الحرب، لم تتوقف، حروب لا تنقطع والقبائل لا تمل. وأيضا في كتاب لديكسون، الجنرال البريطاني ديكسون، كان في الكويت والعراق والسعودية، موجود على اليوتيوب، اكتب كتاب أخلاق عرب الصحراء، بيتحدث عن أنه العرب كانوا يعتبرون الحرب رياضة مثل كرة القدم. وده اللي قاله الرئيس الأمريكي ترامب على طالبان، قال أنه طالبان دول بينزلوا يقاتلوا كما نحن ننزل إلى مباراة كرة القدم. يعني المسألة بالنسبة لهم هكذا. طيب فإذا أنت أمام قوم كانوا عندهم القيم المعنوية أهم من القيم المادية. لو العربي كان يهتم بالمأكل والمشرب والثياب الوثيرة على حريته، كان ممكن باع القرآن وباع الإسلام بدينارين. يعني العرب كانوا صادقين، يعني كان عندهم شهامة ومروءة. واحنا ضربنا ما جرى بين أبو سفيان أبو سيدنا معاوية مع هرقل ملك الروم لما سألوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان رفض أن يكذب وقال أو تقول العرب أن كذبنا؟ يعني خشيت أن تقول العرب كذب أبو سفيان. تخيل الأخلاق بتاعتهم. عمرو بن العاص وهو كافر لما أرسلوه للحبشة للقبض على المسلمين انتربول، فكان المسلمين يقولون للملك الحبشة اسأل عمرو بن العاص هل قتلنا منه أحد يحتكم إلى شهادة عدوه الكافر. فعمرو بن العاص يقول لا يا أيها الملك، فكان يصدق عمرو بن العاص. فتخيل الشهامة إن عدوك اللي أنت بينك وبينه حروب وتحتكم أمامه في المحكمة وتسأله يكون صادق. فهذا يريك انك امام انسان ناس عندها عيوب وناس عندها مشاكل كثيرة لا نذكر، لكن الناس دي عندها صدق.
لو كانوا الناس دي كذبة كانوا حرفوا القرآن وحرفوا السنة وعكوا الدنيا. فنشاهد مثلا أمة الفرس اللي كان يأتي أمام الملك ينام على بطنه، أمة الروم قريبة من هذا. فهذا يرينا أنه الإسلام نزل في قوم هم عندهم أخلاق قوية. الدليل على ذلك ما احنا عندنا الإسلام وعندنا القرآن، يعني احنا ولدنا مسلمين. ما أنا قبل كده قلت هل نحن ولا عمر بن الخطاب؟ لا، نحن. عمر بن الخطاب ده اتولد كافر، دخل الإسلام وعمره كام بقى؟ 30 ولا 40 سنة. احنا لا، احنا نشأنا في الإسلام من سنة أولى رضاعة يعني. هم عمر بن الخطاب هذا الكافر الذي دخل الإسلام متأخرا عنا أحسن مننا، لأنه أخلاقه ومعدنه وبيئته كانت أفضل من بيئتنا. فهنا نرجع لنظرية الطابق الأول. الطابق الأول اللي هو الإنسان. لما أنت هدمت الطابق الأول اللي هو الإنسان، كل الطابق دي تنهار. يعني الإسلام ينهار، أو الدين، الدولة، الإعلام، التنظيم السياسي، الأرض تضيع، يجري احتلال أرضك، المخابرات ما فيش مخابرات، الجيش ينهار. تعالوا نشاهد نماذج لذلك. هنا بنقول هدم الدولة من أعلى. يعني الدولة كالبناء، في ناس بتيجي تهدم الدولة، ماذا تفعل؟ بتهدمها من أعلى. أعلى طابق في الدولة إيه؟ الجيش. إنك تهزم في معركة عسكرية، فتكون النتيجة إن الدولة كلها تنهار، يجري احتلال أرض الدولة. كنموذج احتلال فرنسا للجزائر، واحتلال أسبانيا وفرنسا للجزائر، واحتلال بريطانيا لمصر. فالذي جرى، ما الذي حدث؟ إنه جيش أجنبي جه احتل البلد. لما احتل البلد ماذا فعل؟ هدم المخابرات، ما كانش مخابرات يعني، وهدم الإعلام، وهدم الإسلام، ونشر. يعني دايما هتجد أي احتلال أجنبي ماذا يفعل؟ فورا المحتل ماذا يفعل؟ بيبدأ يدمر في الإنسان. فتجده بيفتح بيوت الدعارة، بيفتح الخمارات، بيثير مسألة الزنا، وأن النساء تصبح عاريات في الشوارع إلى آخره، لأنه هذا هو الذي سيؤدي إلى تدمير شخصية الإنسان. فإذا دمر شخصية الإنسان ملك هذه البلاد للأبد يعني. ففي هدم الدولة من أعلى، ده نموذج. أنت لو هدمت الطابق السابع هتبدأ تدخل في السادس وهكذا. فبيأتي جيش أجنبي يهزم جيشك ويبدأ يحتل أو يهدم في الطوابق الثانية. وفي أسلوب هدم الدولة من الأسفل، إنه مثل هذا اللودر مثلا، ده كمشاهدين لا يهدم مبنى من أعلى، بيهدم الطابق الثاني أو الثالث، المبنى كله ينهار. هذا حدث في التاريخ الإسلامي، حصل عندنا الدولة العثمانية. نقارن بين السلاطين العثمانيين الأوائل والسلاطين العثمانيين الأواخر اللي انهارت في عهدهم الدولة. السلاطين العثمانيين الأوائل دول كانوا إنسان، يعني كان نفس الأخلاق اللي عند العرب، أخلاق بدوية، أخلاق قبائل، أخلاق شجاعة فروسية، بيمتطون الخيول، حياتهم كلها على ظهور الجياد، حياتهم في الغابات، حياة بدو، وعندهم الإسلام. فبدأ يبنى. طيب لما أصبحت الدولة العثمانية دولة ضخمة، أنت عندك إنسان، عندك إسلام، عندك جيش، مخابرات، إعلام، دولة ضخمة كما تشاهدون، ولكن فسد عنصر الإنسان. ما هي تطلعات السلطان العثماني في نهاية الدولة؟ أنه يبني قصر، لدرجة في عهد السلطان عبد الحميد الأول الأميرات في الأسرة العثمانية السلطان يقترض أموال من الدول الأجنبية كي يشترون أثاث أوروبي لبيوتهم. الأنتريه هنجيبها من فرنسا، الكنبة مش عارف منين، الستائر من هولندا. فطبعا الدولة انهارت لأن الإنسان فسد. اللي من يزور منكم تركيا، زور الآثار الإسلامية اللي بناتها السلاطين العثمانيين الأوائل، هتجدها بسيطة. وزور بقى الآثار اللي تركها السلاطين العثمانيين الأواخر اللي هم بعدهم انهارت الدولة، فخامة وشياكة، وقصر ظلمة بهجة، ومش عارف قصر إيه، وهنا قصر الأمير فلان وقصر كذا. فلما تنظر في الدولة العثمانية في بداية أو عهدها، أين قصور السلاطين العثمانيين؟ أين قصور الأمراء؟ غير موجودة أصلا، يعني حاجات بسيطة. طب انظر أنت، أين قصور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غير موجودة. أين قصر عمر بن الخطاب؟ غير موجود. يعني ما هي الآثار المادية التي تركها عمر بن الخطاب؟ ولا حاجة. فهتجد أنه السلاطين العثمانيين أو مؤسسي الدول دائما الآثار التي يتركونها تكون آثار بشرية. أنه أين آثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه
في مسلمين من الفلبين إلى غينيا، أنه الناس بتعبد الله وبتصلي وتصوم، أن حتى الغير المسلمين أصبحوا يستحمون، تعلموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرنسيين والروس والأمريكان إلى آخره. هتجد آثار في البشر، في سلوك الناس تعيشها وتحياها. لكن لما الشعوب بتتخلف والدول تتخلف بتبقي الآثار المادية. الفراعنة في مصر تذهب تجد الأهرامات، لكن كم قتلوا من أجل أن يبنوا هذه الأهرامات؟ الرومان، التماثيل، هكذا. طيب الدولة العثمانية كيف جرى إسقاطها؟ لو راجعتم الانقلاب على السلطان عبد الحميد هتجد أنه بدأ بهدم الإسلام والإنسان. أما هدم الإنسان فبدأ بحب المادة والأموال، ودي سنة الله، أن الناس لما تختني بيبدأ أولادها يحبوا الفلوس وأحفادها يحبوا الفلوس أكثر وأكثر، الأموال، فينحني من أجل المال ويبدأ يبيع الدولة من أجل المال وكل حاجة، ويبيع كرامته من أجل المال، عكس جده اللي كان مستعد أنه هو يقتل ولا يقال عنه أنه جبان. طيب فهتجد ما الذي حدث في عهد السلطان عبد الحميد؟ السلطان عبد الحميد لم يكن لديه إعلام، وأيضا أصبح الشباب التركي الموجود في إسطنبول يرى أن الأيديولوجيا الأوروبية أحسن من الإسلام، والإسلام سيء. لماذا؟ الإسلام يقول أنه القاضي لابد يكون مسلم، والحاكم لابد يكون مسلم، والجيش لابد يكون مسلم، الوظائف السيادية في الدولة تكون خاصة بالمسلمين. طيب فكرة الماسونية اللي أخذت أنور باشا وطلعت باشا وكل من حكموا الدولة العثمانية بعد خلع السلطان عبد الحميد، قامت على فكرة أنه الإسلام ده غلط، يعني أو ما يقولوا الإسلام ده حاجات قديمة بالية متخلفة، الإسلام ده تخلف. لا، احنا ممكن يقودنا أرميني، وممكن يقودنا يوناني، وممكن يكون قائدنا إيطالي. الإنسان أولا، فبالفعل قادهم الإنسان أولا، عملوا القرصو مش عارف مين. فمن الذي احتل اسطنبول؟ قيادات أرمينية بلغارية ومعهم شباب أتراك ضباط في الجيش التركي، قاموا بمهاجمة السلطان عبد الحميد واسطنبول وخلعوه. فهنا الدولة كانت كبيرة حتى في عهد السلطان عبد الحميد، كانت بتشمل البلقان، أجزاء من البلقان، تركيا كلها، الشام كله، الجزيرة العربية كلها، اليمن كلها، الحجاز كله، العراق كله، دولة كبيرة أكبر من تركيا حتى الآن. هذه الدولة انهارت لأن السلطان عبد الحميد لم يملك إعلام يستطيع أن يرد على الطعون الموجهة للدولة العثمانية. فالسلطان عبد الحميد عنده جيش طابق الأخير، وعنده مخابرات، وعنده حكومة، وما عندوش إعلام. إيه اللي حصل؟ المبنى كله انهار كما نشاهد. هو السلطان عبد الحميد عنده إيه؟ عنده جيش، عنده مخابرات، عنده أرض بيحكم دولة، عنده هيكل حكومي، تنظيم سياسي، عنده إعلام؟ لا. فانضرب منين هو؟ انضرب في الإعلام وانضرب في الدين. فهم ضربوا له الطابق هذا، طابق الدين، وضربوا له طابق الإعلام، وضربوا له طابق الإنسان، أنه بقت الناس أو النخبة الحاكمة مهتمة بالقصور والرياش وماذا نجلس وماذا والفاظة يعني أنت لما تدخل قصور تجد الكريستال. إيه لازمة، ما فايدة الكريستال في الحياة؟ أنا نفسي أفهم والله، فهموني، أنا راجل فلاح. إيه فائدة الكريستال؟ لماذا تنفق هذه الأموال؟ والناس اللي صنعوا الكريستال دول ده جهد بشري ضائع. يعني أنت ضيعت ناس ويقول لك ليه بنفرض ضرائب عالية؟ عشان في كريستال. أعمل إيه أنا بالكريستال؟ ما هي لمبة تكفي وخلاص، لمبة وسلك. وضرب الإنسان. فكيف سقط الدولة العثمانية؟ سقط من الطابق الثلاث السفلى. ده الانهيار. عندنا نموذج لانهيار الدولة الأموية. شوفوا، انظر، دولة إسلامية ضخمة، من فين؟ من فرنسا إلى الصين يا جماعة، ولا حتى أمريكا اليوم في مساحتها. ثم هذه الدولة لا تستطيع أي دولة أن تهزمها، تسقط من داخلها، شجرة ضخمة تسقط فجأة. لافتقادها ليه؟ افتقدت لحاجتين، للإعلام وللتنظيم السياسي. الدولة الأموية قامت ضدها حملة شرسة كاذبة ظالمة، إن هي بتضطهد المسلمين غير العرب، العجم، الفرس والأتراك، فهؤلاء ثاروا ضدها. هم اتهموها بأن هي دولة تخص العرب الشماليين ضد العرب الجنوبيين، فالعرب الجنوبيين ثاروا ضدها. وأصلا كل هذا كذب لما نخصص لها حلقة. فتجد أن هذه الدولة افتقدت إلى الجهاز الإعلامي في نهايتها، لذلك الدولة انهارت. الجيش لم يحميها، المخابرات لم تحميها، الأرض والمساحة الضخمة لم تحميها.
أيضا الدولة انهار فيها التنظيم السياسي. التنظيم السياسي الحاكم للدولة اللي هو كان قبائل الشام والبيت الأموي. قبائل الشام تحاربت فيما بينها، والبيت الأموي الأسرة الحاكمة تحاربت فيما بينها. فده هو ده الجهاز الحكومي في الدولة. فكانت النتيجة إنه الدولة انهارت رغم أن عندها أقوى جيش في العالم، أقوى مساحة جغرافية في العالم في ذلك الوقت إلى آخره. كل هذا يوضح لنا كيف انهارت الدولة. وطبعا طبق أنت على أي دولة أخرى تعرفها تجدها. طبعا في ناس بتستلم بلد فيها 3 طوابق، وفي ناس بتستلم بلد فيها طابق واحد. دولة المرابطين في الأندلس بلاد المغرب الإسلامي استلمت البلد فيها طابق، فيها الإنسان البربر. البربر أشداء وشجعان وقبائل، يعني البربر شرسين جدا مثل القبائل العربية، فيهم نفس الصفات، ولكن حتى كان عندهم انحراف على الإسلام. لكن دولة المرابطين استطاعت هذا الإنسان أن تبني فوقه في الإسلام. جاءوا بالإسلام وبدأوا يبنون الطوابق، وبنوا إمبراطورية إسلامية ضخمة جدا في بلاد المغرب الإسلامي وغرب أفريقيا وجنوب الصحراء اللي هي دول الساحل حاليا. في الختام هنا كتاب ابن خلدون عن نشأة الدول وسقوطها وانهيارها، فأرجو الاستماع إليه. وهنا فهرس لفيديوهاتي لبعض مثلا موضوعات هذه الحلقة تجدها مقسمة لبعض الأجزاء حول الفكرة الرئيسية. أرجو مشاهدة هذه الفيديوهات. رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قناة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في قناتي بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.